ازيكم عاملين ايه؟ انا زياد وده فيديو جديد، والنهارده هنتكلم عن فيلم حلم العمر اللي المفروض ان هو مش فيلم كوميدي، بس الممثلين كلهم اجمعوا ان هو يبقى مادة خام لاي واحد بيعمل كوميكس. انا بعد ما رجعت سمعت الفيلم تاني ابتديت احن الفيديوهات لوشة. لا لكن لسه في عدتها في 3 اشهر تخصين والواد ابنها يخصين. مش عارف اجيبها لكم ازاي، بس لوشة كريتيف اكتر من مخرج الفيلم. اتكلم يلا عادل يلا اتكلم بأدب لو سمحت. اتكلم بأدب يا ولد. اذا مش هحلق اتكلم بأدب يا ولد. اذا مش بيبتدي الفيلم باحمد شاب من الاسماعيليه بيحلم انه يبقى ملاكم محترف ويفشخ الواقع. احمد وهو صغير العيال في المدرسه كانت بتضربه وبتاخد منه السندوتشات، ودي اول مره دعم فيها العنف ضد الاطفال. لا بهزر. المهم من ساعتها احمد ابتدى يتعلم ملاكمه عشان يدافع عن نفسه، واحمد لما بيكبر بيبان من تعامله مع الناس القريبه منه ان بنعرف ان احمد شاب جدع جدا وطيب واللي في جيبه مش ليه، هو مفيش منه اتنين، حاجه كده من ريحه احمد السقا بس ربع الميزانيه. الطعابه والحلاوه دي اقسم بالله. اول ماتش ليه في الفيلم بيكسبه وبيعاشر اصحابه بفلوس المكسب، بس في حاجه غريبه، هو المفروض ان ابوه ميت من تقريبا حوالي 20 سنه، البنت دي عندها حوالي 10 سنين، بس هنقول ايه المخرج عايز كده. حكايتك قول لي فالمهم احمد بيكون عايز يسافر القاهره بس امه بتكون رافضه عشان المصاريف، وانا شايف ان ام احمد معاها فلوس اصلا، دي فاتحه كشك ومعاها شقه ملك. وبعد كده احمد بيروح النادي هو وصاحبه عشان يتدربوا فيه، وبعد كده بيظهر اكرم، ده المفروض ان هو دور الشرير في الفيلم، فلما بيجي يخش النادي بالعربيه عشان يتدرب لانه بيوقفه وبيقول ممنوع دخول العربيات، فهو بيقول يا سيدي عينينا المجلس الاداري، وفجاه من غير سبب وبعدها مشى شويه بالعربيه ووقف وقال التعليمات على الكل. انا لا اللي هو انا مش فاهم انت بتكلم مين، الناس بعيد جدا عنه. وهنا طبعا بتخش نور العنصر النسائي اللي في الفيلم، بس طبعا بطريقه كليشيه جدا، واحمد بيبص لها بنظره حب، واحمد من غير اي مقدمات بيرسم مشهد في دماغه هي وهو، اللي هو تحس ان هم يعرفوا بعض من سنين، ويجي بعدها اول مشهد حقيقي ما بين احمد واكرم، واحمد بعدها بيعرف ان هم جايين يتدربوا مش يتمرنوا. ولما احمد بيروح بيتهم ام بتشتكي له وبتقول له انه العيش هنا ب 15 قرش، انما في الاسماعيليه كان ب 10 قروش تقريبا. ام احمد لو عرفت الاسعار دي دلوقتي هيجي لها تروما. واحمد بيقرر ان هو يروح علشان يتمرنوا عليه عشان 30 جنيه وجبه، والصراحه عرض مغري جدا. وبيبتدي اكرم يتمرن على تايسون صاحب احمد، وعلشان حبيبته واقفه قدامه بيفضل يضرب في دراعه بغيل، فاحمد لما بيشوف كده طبعا بيتضايق وبيتدخل، بس تايسون كان دراعه اتكسر، وطبعا نور لما بتشوف ان تايسون اتكسر بتبتدي تساعدهم وتوديهم على اقرب مستشفى. المهم ان احمد بيروح البيت تاني، وتاني يوم نور بتجيله، واحمد بيلاقي حد بيخبط وبيفتح بالملابس الداخليه، اللي هو عادي هو متعود ان اي حد بيخبط بيفتح له بالملابس الداخليه، وطبعا اتحرك جدا. وطبعا المخرج بيوصل للمشاهدين ان نور بقت واحده من العيله، وبقت ام احمد بتاكلها في بقها عادي ولكنها تعرفها من سنين. احلى مسا على عم الناس اللي مشرفنا. وبعدين يجي مشهد لاكرم وبنو، بس في حاجه غريبه، هو في ظابط في الدنيا عنده كل السلطه اللي عند اكرم، يعني يقبض على ناس ويرش ناس ويظلم ناس، هو مفيش حد بيوقفه ازاي؟ واكرم وقتها بيعترف لابونور انه بيحبها وعايز يتجوزها، بس هي وابوها رافضين. والمشهد اللي بعده بيبقى في اوضه تحت وقاعد هو وصاحبه تايسون، وتايسون بيعترف لاحمد ان عنده خلع في الكتف وان مستقبله راح، هو ما كانش فيه مستقبل اصلا عشان يروح، احنا ما شفناش تايسون بيلعب غير مره واحده وكان بيتضرب فيه، فبيبتدي تايسون يخلع السناده اللي على كتفه وبطريقه اوفر جدا يضرب ايده في الحيطه وهو بيعيط لحد لما ايده بتوجعه ويبطل. طب ما كمل اول، ايه لازمتها بقى الحركتين دول؟ كمان واحده والنبي يا ريس، كفايه بقى ده كمان واحد، كفايه بقى ده كمان واحد. والمشهد اللي بعد الكابتن اللي المفروض بيدرب اكرم بيختار احمد عشان يمرنه في البطوله، ولما اكرم بيعرف ان احمد هيلعب معاه في بطوله الجمهوريه بيتضايق جدا، اللي هو ازاي واحد حيوان فقير شحات يلعب معاه. وهنا اكرم بيقرر ان هو يفشخ احمد اركبه، واول محاوله لاكرم ان هو يبلغ عن ام احمد. وهنا تايسون لما بيشوف ام احمد بيتقبض عليه بيتدخل وبياخد له علقه انقح من اللي قبليه، تحسه طلع فعلا عشان يتضايق من الممثلين والمجاميع. هو في ايه؟ انتوا جايبيني هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ واحمد لما بيعرف ان امه اتقبض عليها بيجري باقصى سرعه ويركب تاكسي، وبيجي مشهد كده في عز ما احمد بيجري بيوري لك ان النادي استغنى عن الكابتن، وبعديه احمد بيوصل للاسم، بس قبل ما يوصل للاسم بيتخيل مشهد وهو ماسك اكرم وبيضربه، وبعديها المشهد ده بيعدي وبنعرف ان هو كان من وحي خياله مش اكتر. فلما احمد بيوصل للاسم بيترجاه عشان يطلع امه، فالمهم اكرم بيبتز وبيقول انه هيطلعها بس بشرط ولا يلعب ملاكمه تاني ولا يكلم نور تاني. وبعديها هو وامه وصاحبه ونور بيرجعوا البيت. المهم اول ما بيخش بيسمع صاحبه كلمتين عشان طلع يعرف الحرامي اللي تسبب في حبس توم.
وبعدين احمد بيعترف لها بحبه ولا كانه امه لسه خارجه من السجن. وبعديها بيجي مشهد وسط كل المشاكل ديت لاحمد وهو بيغني في الشارع من غير اي سبب. انا اكتر حاجه بكرهها في الافلام عموما هو الاغاني، فتخيل بقى ان بطل الفيلم يكون مغني ويعمل لك حوالي 3 4 اغاني في الفيلم. وبعد ما احمد بيخلص الفقره الغنائيه بتاعته بيروح احمد هو ونور برضه بيقولوا للكابتن ان هم هيشاركوا في البطوله. وبعد ما الكابتن ما بيوافق، بس طبعا لازم قبل ما يوافق ينزل دمعتين. المهم بعد المشهد دوت احمد بيتمرن تمرين وانا محمد علي كلاي، وبيخش اكرم في وسط ما هما بيستعدوا علشان يفشخوا. اركب. واكرم بيخش عليهم داخله وبيوقفوا مصف كده وكانهم متذنبين وبيبتدي يعاتبهم. وبيجي مشهد المباراه اللي كلنا حتى اللي ما شافش الفيلم عارف ان كده كده احمد هيكسب. وبعد ما احمد بيكسب بيروح يتقدم لنور، لكن طبعا ابوه بيرفضه، وهو ده اللي كان متوقع عشان هو فقير وشحات وجربوع. لما امه بتعرف ان هو اترفض بتروح لابو نور وبتذلله حرفيا عشان خاطر يوافق ان احمد يتجوزها، لكن طبعا هو من غير اي اهتمام بيديلها فلوس عشان تمشي. وبعدها نور بتروح له البيت عشان تقول له انه ما حاربش عشانها، هي تقريبا كانت عايزه يحب على رجلين ابوه ويبوس الايادي. وطبعا احمد بعد المشهد دوت بيغني وبيوقع قلوبنا معاه بالدمعتين بتوعه. وبعدين بيجي مشهد لنور وهي بتتجوز اكرم، نور عامله زي انتماء امام عاشور للزمالك كده من صغري واحمد طبعا حياته بتتقلب للاوحش وبيبتدي يشرب زبادي فواكه. واحمد لما بيخش البيت بيستغرب ان الكابتن موجود عنده. لما المدرب بتاعك يكلمك تقف وتسمع كلام. وهنا بيجي المشهد الايقوني جبار. ولما اكرم بيرجع بيته بيلاقي نور بتتفرج على ماتشات احمد، فبيبتدي يتدرب عليها بدل تايسون، بس نور بتسيب له فهو فاكر ان هي راحت عند ابوه. واكرم لما مش بيلاقيها بياخد عربيته ويدور عليها، ونور لما بتعدي الطريق قام لاقيشها بالغلط. بس هنا في حاجه مش طبيعيه، النور سابت كل الشوارع كلها وكل العربيات اللي ماشيه في الشارع وجايه تقف قدام اكرم. انت كنت ممكن تموتها باي طريقه غير الطريقه الاوفر دي. طبعا لما احمد بيعرف الخبر بيعيط بس. والمشهد اللي بعده بنشوف احمد في النهائي واول جوله احمد بيتحط عليه، وطبعا مش هننسى الفنانه منى عرفه اللي ساهمت بصوتها عشان تفوقه. فبيقوم احمد عادي وكانه لسه واخد له كان زيتين رد وبيخلص عليه. وبعدها بيجي اللقطه الايقونيه للاستاذه هاله فاخر بطل العالم. ده كان الفيديو بتاعنا، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وفعل زر الجرس. السلام عليكم.